السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي. عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. زيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدا، وخاصة الطلبة اللي هم مستنيين حل كتاب الأضواء. يلا نشوف كده يا مستر وصلنا لحد فين في كتاب الأضواء. إن شاء الله في الدرس ده أو في الفيديو ده العنوان طبعا موضح. إحنا هنحل إيه؟ هنحل مع بعضينا ونراجع مع بعضينا الدرس السهل اللي كلنا طبعا يعتبر فاهمينه وكلنا بنحب نسمع عنه، اللي هو درس حرب أكتوبر عام 1973. إن شاء الله بعد ما نخلصه هنروح نحل درس الصناعة اللي هو بتاع آخر درس في الوحدة الأولى جغرافيا، وبعد كده نرجع نكمل تاريخ، وبعد كده نحل إن شاء الله من كتاب المراجعة أسئلة عامة ونحل امتحانات. بنحاول كده على قد ما نقدر يعني نتابع هنا وهنا في كتاب الامتحان والأضواء. وادعوا لنا حبايب الطلاب، دعواتكم مهمة لينا وكلامكم الجميل مهم لينا. طلعنا الصفحة يا مستر، جاهزين؟ تمام. بعتذر لكم ان انا ما صورتش الأسئلة، فيعني ممكن نصورها محلولة لو انتوا عايزين. صفحة 186 السؤال الأول لما يقول أكمل العبارات، اللي هو المستوى الأول. يعرف خط الدفاع الإسرائيلي في هضبة الجولان قلنا باسم خط ألون، وعند مصر خط بارليف. والسؤال جاي يا مستر، ويعرف خط الدفاع الإسرائيلي في سيناء على طول القناة اللي هي الضفة الشرقية بخط بارليف. تمام. بعد كده استطاعت القوات المصرية تدمير خط بارليف في 6 ساعات. سؤال 4 قامت نقط جسر جوية لتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل وعايز الدولة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. دولة الولايات المتحدة الأمريكية. عارفين طبعا المساعدات اللي قدمتها عسكرية ومالية وسياسية. السؤال اللي بعد كده اكتب المستوى الثاني، اكتب صواب أو خطأ مع التصويب. رقم 1 أما يقول بدأت شرارة حرب أكتوبر وعمليات العسكرية بسلاح الطيران. أيوة يا مستر صواب، رقم 1 صواب. رقم 2 اخترقت المدرعات السورية خط ألون في هضبة الجولان في حرب أكتوبر. برضو يا مستر صواب. مدرعات انطلقت نحو خط ألون واخترقته. رقم 3 بدأت مفاوضات فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل بعد قرار مجلس الأمن رقم 338 اللي هو بيقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين. صواب. رقم 4 أنهت حرب أكتوبر نظرية الأمن الإسرائيلية. صواب. هم كلهم صواب ولا إيه؟ مش عارفين بقى يا مستر. ممكن يكون ده اخترقت بدل المدرعات السورية، ممكن يكون الدبابات، مش عارفين يعني الدنيا ماشية ازاي، بس بالنسبة لي أنا يعني حلهم كله صواب. ويلا نتأكد من اخترقت المدرعات دي في أحداث حرب أكتوبر على الجبهة السورية. فين أحداث حرب أكتوبر؟ أدي أحداث حرب أكتوبر على الجبهة السورية. صفحة 181 كاتب له هو عبر الطائرات السورية ثم اندفعت الدبابات والمدرعات نحو خط ألون وهو خط الدفاع الإسرائيلي في هضبة الجولان، ويماثل تماما خط بارليف على الجبهة المصرية. وطبعا في هنا ودمرته. استمر الطيران السوري في تقديم دعمه للقوات البرية التي اخترقت خط الدفاع الإسرائيلي ودمرته تماما. يبقى اللي دمرت خط بارليف القوات البرية اللي يقصد بها هنا الدبابات والمدرعات. يبقى العبارة صواب. خلصنا كده حبايبي السؤال الأول في المستوى الثاني. بعد كده السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أول سؤال اختار الرئيس الراحل أنور السادات نقط رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة 1971 اللي هو سعد الدين الشاذلي. رقم 2 من الدول العربية التي قدمت دعما عسكريا لمصر وسوريا في حرب أكتوبر اليمن ولا الكويت ولا لبنان ولا الصومال؟ الدول العربية اللي قدمت دعما عسكريا لمصر وسوريا، تمام، اللي هي دولة مين يا مستر؟ دولة اليمن. دولة مين يا مستر؟ دولة اليمن ولا الكويت ولا لبنان ولا الصومال؟ احنا قلنا في شرح الدرس اللي قدموا دعم عسكري اللي هو في الجناح الآسيوي الجيران وجيران الجيران. يعني عندنا سوريا، تمام، دولة سوريا جيرانها هنا كده العراق، تمام، ومين جيران الجيران؟ الكويت. أيوة كده يا مستر، صح كده. وتحت سوريا الأردن، جيران يعني سوريا الأردن، دولة الأردن، والدولة اللي هي جار الأردن السعودية. هي دي الدول اللي في الجناح الآسيوي اللي قدمت دعما عسكريا.
العراق والأردن والسعودية والكويت. يبقى الإجابة هنا إيه؟ الكويت. ده بالنسبة لإجابة رقم 1. طبعا السعودية اتكررت في الدعم العسكري والدعم المالي. تمام. يبقى كده عرفناه ان قلنا ايه الجيران، جيران سوريا 2 اهمت، والجيران الجيران يعني الدولة اللي جار العراق والدولة اللي جار الأردن. ومصر نفس القصة، يعني هتلاقوا بلاد المغرب العربي قدمت دعم، اللي هي المغرب والجزائر وتونس، وجيران مصر اللي هي ليبيا من الغرب والسودان من الجنوب. هما الدول دي اللي قدمت دعم. في الجناح الأفريقي كم دولة؟ 5. في الجناح الآسيوي 4 دول. السؤال اللي بعد: استطاعت القوات المسلحة المصرية تدمير الخط الدفاع الإسرائيلي، طبعا المعروف بخط بارليف. رقم 4 من الدول التي قدمت دعما عسكريا وماليا، يعني اتكررت هنا وهنا لكل من مصر وسوريا. احنا عندنا دولتين قدموا دعم عسكري ومالي، يعني اتكرروا في الدعم العسكري وفي الدعم المالي. دولة السعودية ودولة الجزائر. طبعا هو جايب لي هنا السعودية. خلصنا كده 186. يلا نروح لصفحة 187. صفحة 187 السؤال 5. اختر الإجابة. قرر الوزراء العرب في اجتماعهم بالكويت أثناء حرب أكتوبر حظر الصادرات النفطية، صادرات النفط للولايات المتحدة. رقم 6. أنهت حالة اللا حرب ولا سلم. أنهت حالة اللا حرب ولا سلم حرب أكتوبر. طبعا ده سؤال سهل يا مستر، ده جاي في الشرقية أساسا، خدناه في النتائج والدروس المستفادة لحرب أكتوبر. السؤال اللي بعديه: صوب ما تحته خط. رقم 1. أصدر الرئيس قرار بدء الحرب، اللي هو الرئيس محمد أنور السادات. ينفع للسادات بس يا مستر؟ ينفع. بعد كده قدمت دعما ماديا لمصر وسوريا في حرب أكتوبر، اللي قدموا دعم مادي 3 دول، من هم يا مستر؟ السعودية والجزائر والإمارات. أي دولة منهم تنفع عادي، يعني ممكن نكتب السعودية، ممكن نكتب الجزائر، ممكن نكتب الإمارات. بعد كده قدمت نقط معلومات استخباراتية لإسرائيل ساعدتها على إحداث ثغرة الضفر سوار. الدولة طبعا مفيش غيرها، اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. رقم 4. اتخذت الدول العربية قرار بحظر الصادرات أو بحظر النفط عن الولايات بعد اجتماع وزاراتها في الكويت. تمام. لسه واخدينه فوق يا مستر، فاختر. بعد كده قام الرئيس محمد أنور السادات بتجهيز الجيش وتسليحه بأحدث الأسلحة لتهيئة الجبهة الداخلية. السؤال الأخير في صوب. تولى قيادة سلاح الطيران في حرب أكتوبر، اللي هو محمد حسني مبارك، اللي قاعد يحكم مصر 30 سنة. محمد حسني مبارك. خلصنا السؤال الثالث، هنحل السؤال الرابع. يقول: لمن تنسب الأعمال. رقم 1. تولى قيادة سلاح الطيران الذي مهد لضربة جوية ناجحة في حرب أكتوبر، لسه حلينه في رقم 6، اللي هو محمد حسني مبارك. محمد حسني مبارك. ممكن نكتب مبارك بس يا مستر؟ ممكن. بعد كده كان الرئيس الأركان القوات المسلحة في ديسمبر 1973، اللي هو محمد عبد الغني الجمصي. محمد عبد الغني الجمصي أو الجمصي. رقم 3. وزير الحربية وقائد القوات المسلحة في حرب أكتوبر. مين هو يا مستر وزير الحربية وقائد القوات المسلحة؟ المشير أحمد إسماعيل. رقم 4. رئيس الأركان الذي قام بتنفيذ خطة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، اللي هو سعد الدين الشاذلي. فريق أول سعد الدين الشاذلي. رقم 5. قام بإعداد دراسة عن أنسب التوقيتات للقيام بالعمليات الهجومية. محمد عبد الغني الجمصي، زي ما بتنطقوه بقى الجمسي. رقم 6. تم تكريمه في الذكرى 39 والثلاثين لنصر أكتوبر، حرب أكتوبر، ومنح اسمه قلادة النيل العظمى، اللي هو سعد الدين الشاذلي. برافو عليكم. رقم 7. تولى التخطيط والتنسيق على الجبهتين المصرية والسورية بدقة ومهارة عالية. مين اللي عمل كده يا مستر؟ المشير أحمد إسماعيل.
مشير أحمد إسماعيل. تمام، خلصنا كده الصفحة 187. بنوقف وقفة خفيفة كده عشان يعني ونبدأ نكمل الصفحة التانية. يلا يا مستر نروح للصفحة التانية. الصفحة التانية صفحة 188، وهنا طبعا عاطيني 3 صور وممكن تيجي في الامتحان يا مستر. أيوة ممكن يجيب لي صورة في الامتحان ويجيب لي أسئلة عليها. فالصورة الأولى بتقول لي من هو. الصورة اللي قدامي دي صورة مين؟ المشير أحمد إسماعيل. مشير أحمد إسماعيل، وده طبعا أهم أعماله في حرب أكتوبر، اللي هو تولى التنسيق والتخطيط على جبهتين. تمام، هنكتب باختصار تنسيق والتخطيط على جبهتين المصرية والسورية، وكمان قاد خطة الخداع لصرف أنظار العدو لإسرائيل عن التجهيزات الهجومية. ده بالنسبة لي أهم أعماله في الحرب. طب الوسام اللي حصل عليه طبعا سهل جدا. الوسام اللي حصل عليه اللي هو وسام نجمة سيناء، اللي هو أعلى الأوسمة العسكرية يا مستر، وسام نجمة سيناء. تمام. طيب منصبه خلال حرب أكتوبر، طبعا ده كان أعلى رتبة في الجيش في الوقت ده يا مستر، اللي هو قائد القوات المسلحة. كان قائدا للقوات المسلحة. بس تقريبا في الأول يا مستر كان ماسك المخابرات، وبعد كده كان ماسك وزير للحربية، وبعد كده مسك قائد للقوات المسلحة. يعني تدرج في الرتب، مش على طول كده مسك قائد. ده أكيد طبعا. السؤال اللي بعديه الصورة التانية من هو. ركزوا فيه شوية كده تعرفوه من هو ده يا مستر. سعد الدين الشاذلي. وإن الفريق سعد الدين الشاذلي. برافو عليكم. طيب كده عرفنا اسمه. طالما عرفنا الاسم يبقى نبدأ نعرف أهم أعماله في حرب أكتوبر. أهم أعماله في حرب أكتوبر طبعا ده وضع خطة لتدمير، تمام، لعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، وشارك في تنفيذ هذه الخطة. يبقى شارك في خطة عبور قناة السويس. تمام، وشارك وتدمير بقى مصر وتدمير خط بارليف. المكان اللي عاملين حسابه للكتابة صغير خالص، فما تقولوش بقى يا مستر الخط واضح والخط مش واضح. تمام، لان انا طبعا بكتب بخط النسخ، وخط النسخ ده مشكلته ان هو بياخد مكان كبير. الوسام اللي حصل عليه بعد ما مات طبعا اللي هو قلادة النيل العظمى. احنا بنغير اللون عشان خاطر الاجابة تبان. قلادة النيل العظمى. وبعدين اهم حاجة في الحل حبايب الطلاب ان احنا نفهم الدرس ونراجع المعلومات ونتدرب على حل الاسئله. ده اهم حاجه في فيديوهات الحل، ونفهم الدرس من خلال الحل. طبعا انتوا الحمد لله تعالى يعني بفضل الله تعالى يعني تعليقاتكم وكلامكم الجميل يدل على ان انتوا يعني بتحبوا القناه، وانا بحبكم اكتر ما بتحبوا القناه والمستر اللي يعني بينزل الفيديوهات على القناه. السؤال الرابع منصبه خلال حرب اكتوبر. كان ماسك اللي هو ماسك يا مستر، ماسك رئيس أركان حرب. ورئيس أركان حرب قعد فترة كده لحد ما اتعزل، وبعد كده جه بعديه محمد عبد الغني الجمصي رئيس أركان حرب القوات المسلحة. تمام. اللي بعديه بقى اللي هو من هو اللي قدامنا في الصورة دي. قلنا محمد عبد الغني، ولازم نكتب الاسم بالشهرة بتاعه بقى الأخير ده الجمصي. تمام. محمد عبد الغني الجمصي من أهم أعماله اللي هو طبعا وضع دراسة عن أنسب التوقيتات للبدء بالعمليات الهجومية. يبقى أهم أعماله إعداد دراسة عن أنسب التوقيتات. إعداد دراسة عن أنسب التوقيتات لوقت الهجوم، يعني للبدء بالهجوم على إسرائيل. تمام. طبعا كان ليه دور في النصر. بدء بالهجوم كان مهم جدا، وكان ليه مما كان له أثر كبير في إحراز النصر. المنصب خلال حرب أكتوبر طبعا تولى بعد حرب أكتوبر قلنا رئاسة أركان الحرب، لكن أثناء الحرب كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة دي فروع كتيرة وأقسام ومش وبس يعني نظام.
خلصنا كده السؤال بتاع الصور. هنحل السؤال الثاني بتاع بقى الدول وأنواع المساعدات اللي قدمتها الدول. تمام. بيقول لي أمامك مجموعة من أسماء الدول العربية، اكتب أمام كل دولة الدعم الذي قدمته لمصر وسوريا في حرب أكتوبر، سواء كان دعما ماديا أو عسكريا أو الاثنين معا. يعني كده ممكن نكتب عسكري ومادي أو مادي بس. بالنسبة للجزائر قلنا قدمت نوعين يا مستر، ذكرت في الدعم العسكري وذكرت في الدعم المادي. المغرب عسكري. تمام. دولة الأردن ذكرت في العسكري. اللي قدموا عسكري ومادي هم اتنين، قلنا الجزائر والسعودية. يبقى السعودية دعم عسكري ذكرت في العسكري وفي المادي، وبعد كده الباقيين كلهم كده عسكري. الكويت، الإمارات عفوا مش عسكري يا مستر، الإمارات ذكرت في المالي بس، خلي بالكوا بقى من ديت. وبعد كده الباقيين كلهم عسكري. تونس، الكويت، تونس، ليبيا اللي هي في الجناح الأفريقي، والسودان عسكري، والعراق دعم عسكري. يبقى من خلال اللي كتبناه ده قلنا في دولتين قدموا دعم عسكري ومادي في نفس الوقت، الجزائر والسعودية. وفي دولة قدمت دعم مالي بس يا مستر، اللي هي دولة الإمارات، دعم مالي فقط. وهنا قلنا الاثنين معا، الجزائر والسعودية، وباقي الدول دعم عسكري. تمام. خلصنا كده الصفحة. نروح بقى للصفحة اللي بعد كده اللي هي أسئلة المقالية والمستوى الرابع. أول سؤال بيقول لي اندلاع حرب أكتوبر، يعني هنكتب له أسباب حرب أكتوبر. عندي سببين. أول حاجة رفض إسرائيل لكل نداءات السلام، رفض إسرائيل تمام لكل نداءات السلام بالانسحاب من الأراضي اللي احتلتها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن اللي هو 242 أو قرارات مجلس الأمن. تاني حاجة التصميم المصري السوري على إزالة آثار نكسة 1967، على إزالة آثار نكسة 1967 واستعادة أراضيها المحتلة. أهمية الضربات الجوية في حرب أكتوبر، طبعا دي مهدت، الضربات دي أول مهدت لعبور الدبابات والآليات العسكرية المصرية، ودمرت المعدات العسكرية الإسرائيلية والطائرات الإسرائيلية. تمام. يبقى ده أهمية الضربات الجوية، وكان لها دور طبعا في تدمير خط بارليف. السؤال اللي بعديه، إقامة معابر على طول قناة السويس. يلا القوات المسلحة هتقيم معابر أكيد يا مستر لعبور القوات المصرية للضفة الشرقية، فالمعابر أقيمت لعبور الآليات والعسكرية المصرية، الآليات العسكرية المصرية. الآليات دي بقى تشمل الكل، دبابات، مدرعات، جنود، زائد طبعا ان كان بيعبروا في حاجات كده بينفخوها ويعبروا فيها زي اللانش كده بس صغير يعني. رقم 4 ليه حاجة كده زي المنطاد يعني، بس المنطاد ده بيطير في الهواء يا مستر. 4 تكريم المشير أحمد إسماعيل بأعلى الأوسمة طبعا لدوره العظيم أو للدور العظيم الذي قام به في حرب أكتوبر. ونكتب بقى حيث، ونكتب بقى الدور العظيم تولى التنسيق والتخطيط على الجبهتين المصرية السورية. تمام. الجبهتين المصرية السورية، وقاد خطة الخداع لصرف أنظار إسرائيل عن التجهيزات الهجومية. السؤال الأخير، أنهت حرب أكتوبر حالة اللاسلم ولا حرب بما تفسر؟ هنقول لأنها أفسحت المجال للمفاوضات السياسية، لأنها أفسحت المجال للمفاوضات السياسية من منطلق القوة العربية. طبعا ده اتكلمنا عنه في الدرس اللي بعد ده، اللي هي زيارة السادات، وبعد إسرائيل بدأت تتفاوض وعقدت مع مصر معاهدة السلام 1979.
السؤال اللي بعد كده: ما النتائج المترتبة على التنسيق بين مصر وسوريا؟ تمام، طبعا ده ترتب على ذلك إضعاف قوة العدو، إضعاف وإرباك قوة العدو الإسرائيلي، ووقوع خسائر كبيرة في قواته ومعداته. يبقى دي إجابة التنسيق بين مصر وسوريا. وممكن نقول والبدء في نفس، تمام، بدء المعركة في نفس اللحظة. قوتين بدأوا المعركة في نفس اللحظة وتمكنوا من تدمير الخطوط الدفاعية سواء خط بارليف أو خط ألون. السؤال ده بيحتاج يعني فهم ونحله من خلال فهمنا. السؤال الثاني: حرب أكتوبر. طبعا هنا بيقول لي ما النتائج، هنكتب له النتائج والدروس المستفادة من حرب أكتوبر، اللي هي حالة اللا حرب ولا سلم، وانتهى نظرية الأمن الإسرائيلية. تمام، يعني حاولوا تكتبوا من الدروس المستفادة. الدروس المستفادة من حرب أكتوبر زي كده يا مستر. أول حاجة: انتهى حالة اللا حرب ولا سلم، انتهى حالة اللا حرب ولا سلم. وقلنا كمان اللي هو تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وعودة الثقة للمقاتل العربي والمصري، وهدم أسس العقيدة الإسرائيلية. تمام. وعندنا حاجات تاني كتير يا مستر من ضمن النتائج، زي أظهرت أهمية استخدام سلاح النفط، وانتهاء نظرية الأمن، انتهاء نظرية الأمن الإسرائيلية بعد انهيار الخطوط الدفاعية والتحصينات زي خط بارليف. السؤال اللي بعد كده: الضربة الجوية الناجحة ونيران المدفعية على طول قناة السويس. طبعا ترتب عليها تدمير، تمام، أو تدمير أعداد كبيرة من الطائرات والمعدات العسكرية الإسرائيلية. تمام. وبعد كده عبور الدبابات والآليات العسكرية المصرية. يبقى النتائج المترتبة على الضربة الجوية الناجحة: تحطيم أو تدمير أعداد كبيرة من الطائرات والمعدات العسكرية، وبدأت تعبر الدبابات والآليات العسكرية المصرية إلى الضفة الشرقية. السؤال اللي بعد كده رقم 4: ما النتائج؟ مد يد العون من الدول العربية لمصر وسوريا. الدول العربية لما مدت يد العون طبعا ترتب على ذلك نجاح كل من مصر وسوريا في تحقيق انتصارات خلال حرب أكتوبر. السؤال اللي بعديه: اجتماع وزراء النفط العرب بالكويت أثناء حرب أكتوبر، ما النتائج المترتبة على ذلك؟ هنكتب قرروا حاجتين. قرروا أول حاجة خفض إنتاج البترول، وده يأثر على العالم أجمع. وتاني حاجة بقى خاصة بالولايات المتحدة، وحظر الصادرات النفطية للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد أن طلب الرئيس الأمريكي مساعدات عاجلة مالية لإسرائيل ضخمة. السؤال اللي بعد كده رقم 6: تقديم الولايات المتحدة الأمريكية معلومات عسكرية. طبعا دي أدت إلى إحداث أو حدوث ثغرة في منطقة الضفر إسوار. يبقى أدت هذه المساعدات إلى إحداث ثغرة الضفر إسوار أو ثغرة في منطقة الضفر إسوار. تمام، خلصنا حبايبي كده السؤال الثاني. يا ريت يعني تساعدونا تركزوا معانا كده وفوقوا نفسكم وفوقوا المستر. فوقوا المستر ازاي؟ احنا مش معاك يا مستر عشان نفوقك، التعليقات بتاعتكم طبعا وكلامكم الجميل هو اللي بيفوقنا. طبعا بسجل الفيديو في وقت متأخر، تمام، ومجهودات بقى وتعب وربنا معانا.
السؤال الثالث أيد بالأدلة، يعني دلل للدعم العربي أثناء حرب أكتوبر أثر في تحقيق النصر. هنكتب بقى، نكتب عن الدعم العربي حيث يا مستر دي، حيث قدمت الدول أو بعض الدول دعما عسكريا لمصر وسوريا، مثل عندنا 9 دول، يعني عندنا السعودية، الكويت، الأردن، الجزائر، سوريا مين يا مستر؟ العراق، المغرب، تونس، ليبيا، السودان، 9 دول يا مستر. يبقى حيث قدمت بعض الدول دعما عسكريا، طيارات وأسلحة وجنود تحارب معانا، وقدمت دول دعما ماليا، وطبعا اللي قدموا دعم ماليا معدودين على الإصبع يا مستر، مثل السعودية، تمام، ودولة مين تاني يا مستر؟ السعودية والجزائر، الدولتين اللي اتكرروا هنا كنا في النوعين، والجديدة بقى الإمارات. وطبعا بعد كده حظر الصادرات، قرروا حظر الصادرات، وكان كل ده له دور في الانتصارات. السؤال اللي بعديه، لن ينسى التاريخ العسكري دور الفريق محمد عبد الغني الجمصي في حرب أكتوبر. هنقول حيث، هنكتب بقى دوره في حرب أكتوبر، حيث أنه قام هو وهيئة عمليات القوات المسلحة بإعداد دراسة عن أنسب التوقيتات للبدء بالعمليات الهجومية على إسرائيل أو على الجبهتين. كان له دور طبعا وأثر قلنا في تحقيق النصر. السؤال اللي بعديه، سبق حرب أكتوبر استعدادات على مستوى الجبهة العربية. نكتب استعدادات مصر على الجبهة العربية، حيث تم اللي هو تهيئة الجبهة العربية، تمام، من خلال تصفية الخلافات وتوحيد الصف العربي، تصفية الخلافات وتوحيد الصف العربي للاستفادة من كل الإمكانيات والموارد العربية المتاحة. ده كان آخر سؤال في الصفحة اللي هي صفحة 189. يلا نكمل يا مستر. 190. يلا حبايب الطلاب، صفحة 190. السؤال الرابع، دلل قيام الفريق سعد الدين الشاذلي بدور كبير في حرب أكتوبر. هنكتب طبعا دور الفريق سعد الدين الشاذلي في حرب أكتوبر، حيث وضع خطة، تمام، لعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف. وضع خطة لعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، وشارك في تنفيذها أثناء الحرب في حرب أكتوبر. ونكتب التاريخ بالمرة، السنة. السؤال اللي بعديه رقم 5، دلل العناد الإسرائيلي أحد أسباب حرب أكتوبر. طبعا أقول حيث كان من أسباب حرب أكتوبر رفض إسرائيل لنداءات السلام، رفض إسرائيل لنداءات السلام والانسحاب من الأراضي اللي احتلتها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. خلصنا السؤال الثالث في المستوى الرابع. هنحل السؤال الرابع، ماذا يحدث إذا، السؤال اللي احنا متعودين عليه وخلاص يا مستر نقدر نحله إن شاء الله، لم تحدث حرب أكتوبر. هنعكس نتائج حرب أكتوبر، تمام. وممكن نضيف عليها شوية حاجات كده من عندنا. ممكن نقول لم تنتهي حالة اللا حرب ولا سلم، لم يتم هدم أسس العقيدة القتالية الإسرائيلية، ولم تعد الثقة للمقاتل المصري، ولم يتم إسقاط أسطورة الجيش الإسرائيلي. وممكن نقول لم يتم استعادة أراضينا
المحتلة في عام 1967. ونعكس بقى قلنا ايه نتائج حرب اكتوبر اللي هي النتائج والدروس المستفادة لحرب اكتوبر. تمام. السؤال اللي بعد كده انتوا هتكملوا بقى. كان موقف الولايات المتحدة على الحياد ولم تدعم اسرائيل. انا احكس كل الدعم اللي قدمته. اقول لم يتم اقامة جسر جوي لتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر. لم تقدم لها معلومات عسكرية اللي أحدثت ثغرة الضفر سوار. لم تقدم دعم مالي. ولم يصدر قرار رقم 338 للولايات المتحدة دخلت مع الدول الأعضاء. تمام. ولا ربما تم القضاء على إسرائيل في هذه الحرب أو تغيرت مجريات الحرب. خلصنا السؤال الرابع يا مستر. السؤال اللي بعد كده سؤال سهل إن شاء الله. قطعة وعليها أسئلة. فضول القطعة أذكر اثنين من استعدادات مصر لتهيئة وإعداد الجبهة الداخلية. إعداد الجبهة الداخلية يا مستر زي مثلا رفع الرقابة عن الصحف تكتب براحتها. قضاء على مراكز القوة. القضاء على مراكز القوة وإلغاء الحراسات وإصدار دستور جديد اللي هو دستور سنة 1971. إن شاء الله أتكلم عن الدستور والحد في درس اللي هو الحياة النيابية والحزبية. الدرس الأول في الوحدة الأخيرة. دول درسين سهلين إن شاء الله. السؤال اللي بعديه ما العلاقة بين الولايات وثغرة الضفر سوار؟ طبعا هتقول قدمت الولايات معلومات عسكرية. تمام. كانت سببا في حدوث ثغرة في منطقة الضفر سوار. تمام. اتفقنا تقرأوا عنها أو تبحثوا عنها على جوجل وتعرفوا كده معلومات عن الثغرة. سؤال رقم 3. تكلم عن الدعم العربي لمصر وسوريا أثناء الحرب. طبعا ده قصة دي يا مستر اتكلمنا عنه. هنذكر الدول اللي قدمت دعم عسكري ودعم مالي واجتماع وزراء النفط. اختر شخصية مضيئة. أي شخصية بقى تختاروها سواء المشير أحمد إسماعيل أو محمد عبد الغني الجمصي أو الفريق سعد الدين الشاذلي. يلا نروح بقى يا مستر اللي احنا منتظرينه مستوى القمة عشان نفهمه ونعرف يتحل ازاي. تمام. يلا كده بينا نروح. السؤال الأول اختر الإجابة. أكد موقف العرب خلال حرب أكتوبر تمام على تفوق العرب عسكريا ولا نجاح سياسة السادات في الإعداد للحرب ولا تخلي الولايات ولا تفوق القوات الجوية؟ طبعا نجاح سياسة السادات في الإعداد للحرب اللي هو تهيئة الجبهة العربية. تمام. يعني السؤال ده واضح يا مستر وسهل. بعد كده ظهرت حرب أكتوبر سنة 73 أهمية التضامن العربي في مواجهة الخطر الإسرائيلي. في ضوء العبارة السابقة تعد دولتها نقط ونقط. أهم الدول التي ساندت مصر بالصور متعددة. عارفينهم يا مستر. الدعم المالي والعسكري أو العسكري والمالي. الجزائر والسعودية. خلصنا 190 صفحة 191. السؤال رقم 3 اختر. يرجع الفضل للفريق محمد عبد الغني الجمصي في حرب أكتوبر في نجاح المصريين في تنفيذ الضربة الجوية الشاملة، اقتحام خط بارليف، تحقيق عنصر المفاجأة. تحقيق عنصر المفاجأة يا مستر اللي أنسب التوقيتات. رقم 4 استطاعت القوات السورية إنهاء نظرية الأمن الإسرائيلي عام 1900 بعد ما دمرت طبعا وحطمت الخط اللي عندهم اللي هو خط ألون. الإسرائيلي والسورية يبقى خط ألون. تمام. لكن لو قال لي القوات المصرية يبقى خط بارليف. السؤال اللي بعديه رقم 5 أسئلة سهلة. تميزت إجراءات الرئيس السادات لتهيئة الجبهة الداخلية قبل حرب أكتوبر ب إصلاحات اقتصادية؟ لا يا مستر. تدعيم الحريات العامة، تدعيم الوحدة الوطنية، إصلاح الأوضاع الاجتماعية، تدعيم الحريات العامة لإلغاء الحراسات، حرية الصحافة. تمام. وكمان إصدار دستور جديد. ده إصلاحات تشريعية. يبقى دي إجابة رقم 5. تمام. بعد كده رقم 6 آخر سؤال اختر. يؤكد موقف العرب خلال حرب أكتوبر.
تمام. على سيطرة الولايات على السياسة، نجاح الرئيس السادات في الإعداد للحرب. السؤال اتكرر تاني يا مستر. دور جامعة الدول أثناء المعركة، تأييد الأمم المتحدة. طبعا لاحظوا إن سؤال 6 مكرر، سؤال مكرر. يعني بقوله بقى للأضواء أنت عندك غلطة يا أضواء، فخلي بالكوا. يعني الكتب دي بيكتبوها ناس، فممكن يكون فيها أخطاء عادي، بس بتكون يعني قليلة خالص. السؤال اللي بعد كده، حدد أوجه التشابه بين عدوان 5 يونيو وحرب أكتوبر. أوجه التشابه هتلاقوها في الأطراف، أطراف العدوان، مصر سوريا ضد إسرائيل. تمام. في حاجة تانية يا مستر، ممكن يكون الولايات المتحدة، الولايات المتحدة ودور الولايات المتحدة في الحرب. تمام. يبقى دي الإجابة. أوجه التشابه الأطراف زي ما اتفقنا، كمان عنصر المفاجأة، الأطراف وعنصر المفاجأة. إزاي عنصر المفاجأة يا مستر؟ إن إسرائيل في الحرب ديت استخدمت عنصر المفاجأة، والعكس هنا العرب عنصر المفاجأة اللي هي مصر وسوريا. طب أوجه الشبه بين، ده سؤال سهل يا مستر، جيل العام الماضي سواج. خط ألون، خط بارليف. طبعا دي خطوط أو تحصينات أقامتهم إسرائيل على إيه؟ قلنا تحصينات أو خطوط دفاعية إسرائيلية، خطوط دفاعية إسرائيلية لتحقيق نظرية الأمن. لكن الاختلاف ده على الجبهة السورية وده على الجبهة المصرية. السؤال اللي بعد كده، دلل تشابه الدفاعات الإسرائيلية في كل من الجبهتين المصرية والسورية، اللي هي الإجابة هي اللي إنشاء الخطوط، خط ألون، خط بارليف. تمام يا مستر. طيب بعد كده، ما الدروس المستفادة من الدور العربي؟ طبعا الدروس المستفادة أي حاجة تكتبوها صواب، زي مثلا اتحاد قوة، أهمية الوحدة العربية، أي كلام جميل، أهمية سلاح البترول، ودي خدناها في الدروس المستفادة اللي هي أظهرت أهمية استخدام سلاح النفط العربي. السؤال اللي بعد كده، ما رأيك في قرار وزراء النفط؟ طبعا أي رأي، وهتكتب عملي، هنكتب عملوية. السؤال الأخير، ما العلاقة بين حرب أكتوبر وبناء حائط الصواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس؟ طبعا حائط الصواريخ كان له دور في حرب أكتوبر. ازاي يا مستر؟ ان هو منع الطيران الإسرائيلي من اختراق الأجواء المصرية. تمام. بمنع توغل الطائرات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية لقناة السويس خلال فترة الحرب. عندنا يعني خطوط دفاعية قوية اللي هو الدفاع الجوي. يبقى دي إجابة السؤال السادس. خلصناه، وخلصنا تدريبات حرب أكتوبر 1973 من كتاب الأضواء. إن شاء الله تلاقوا في الوصف حل التدريبات من كتاب الامتحان. محتاجين شرح الدرس أيضا هتلاقوه على القناة، أي حاجة محتاجينها ننزلها لكم. ودايما حاجة علينا وحاجة عليكم. اللي علينا يا مستر الامتحان هتحلوه، أي سؤال كده مش واضح هتكتبوه في التعليقات، وإن شاء الله أرد عليكم. عايزين نخلص عشان نبدأ نروح لكتاب اللي هو بنك الأسئلة والمراجعة. حبايبي طلبة الصف الثالث، بشكركم على ذوقكم وعلى دعمكم المستمر لينا وعلى تعليقاتكم أسفل كل الفيديوهات. وكمان الطلبة اللي بيذكروا نتيجتهم ودرجاتهم بنبارك لهم ونقول لهم ألف مليار مليار مبروك. الصراحة بنفرح جدا ونكون سعداء جدا إن احنا الحمد لله يعني عندنا متابعين شاطرين وممتازين وحلوين وكلهم ذوق وكلهم أخلاق. وده الهدف الأسمى للقناة، إن احنا نفيدكم. تمام. وكمان نستفيد بيكم بكلامكم الجميل، ودعواتكم هي اللي هتقعد لنا إن شاء الله بعد ما ماتنا. أترككم على خير. كان معكم مستر رضا جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.